اول واحد فكر في الموضوع ده زمان كان احمد بن طولون 265 هجريا. قال لك عشان استقل عن الخلافه العباسيه لازم يكون ليا جيش، ولازم يكون ليا العمله بتاعتي، ولازم يكون ليا الضرايب بتاعتي انا اللي متحكم فيها. فبدا يكون اول جيش مستقل في مصر، لكن مش من المصريين، كان كلهم اتراك. لذلك هنقول واحنا بنتكلم في صالح نجم الدين ايوب ان مش اول واحد جمع مماليك هو صالح نجم الدين ايوب، لا، احمد بن طولون جمع، بس ده كان هدف وده هدف تاني خالص. فبدا ان احمد بن طولون يكون جيش مش من المصريين، من الاتراك، ويكون اكبر جيش مستقل في مصر، لكن المصريين لا. هنا بقى سليمان باشا الفرنسي استعان بيه محمد علي، لان كان ابوه اصلا بيخدم في المصانع الخاصه بمحمد علي. استعان بسليمان باشا الفرنسي، قال له انا عايز اكون جيش. اول فكره جات لسليمان باشا الفرنساوي انه يجمع الجنود الارناؤوط اللي هم الالبان ويجمعهم ويكون جيش لمحمد علي، لكن الفكره فشلت. ليه؟ سؤال. الألبان ليه يعني. فشل؟ ليه الارناؤوط تحديدا ما فشل؟ هم اعتقد يعني عشان يعني ده هيدافعوا عن البلد في مقابل ايه؟ بالظبط. الارناؤوط اول حاجه كانوا مرتزقه. محمد علي ادرك ان دول بيتباعوا ويتشتروا فيهم عادي، فدلوقتي استاذ طارق اشتراهم ب 100، انا بكره هشتريهم ب 200 عادي خلاص والجيش بقى بتاعي. فمحمد علي تخلى تماما عن الفكره، قال لك لا، مش هستعين بمرتزقه في تكوين جيش نظامي في مصر. فجاب سليمان باشا الفرنساوي وقالوا الاول احنا عايزين نعمل مدرسه حربيه، وجه عند حدود اسوان وبدا في انشاء مدرسه حربيه اللي احنا ممكن نقول عليها حاليا كليه حربيه، واستعان ب 500 طالب. يقال ان ال 500 طالب دول كلهم من العيله المالكه، دول اللي هيتعلموا داخل المدرسه داخل الكليه، وهيطلعوا بعد 3 سنين ضباط. تمام كده؟ وبالفعل بعد 3 سنين طلع ال 500 دول الضباط والرؤساء اللي هيتمركزوا على الجيش المصري. حلو؟ طيب فين بقى الجنود؟ سليمان باشا الفرنساوي الفكره الثانيه بتاعته وهي انه يستعين بالسودان، ناس بشره سوداء ويستحملوا معانا، لكن بمجرد انتقالهم من السودان لحدود اسوان، طبعا انا بتكلم الحدود واحده، مش بقى فكره ان هو الحدود واحده. فلما جم من السودان اسوان فكره عوامل الجو نفسها اثرت فيه، تغيير الجو نفسه اثر في السودان اللي هم المواطنين. حلو. فالفكره الثانيه، الفكره الثالثه والى الان